السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة جاي لكم بهدية من أعظم الهدايا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيقبل الهدية يصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا المقطع: ما تيجوا نصلي كل ليلة ركعتين بختمتين في ربع ساعة. ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ ايه رأيكم في ركعتين فقط هيتحسب لكم من خلال ربع ساعة بالكتير؟ تمام كده، في ركعتين يتحسب لكم انكم صليتم بختمتين قرآن. ايه الكلام ده يا شيخ محمود؟ ورب الكعبة انا لا اذكر كلمة الا بدليل. انا كل ما في الامر ان انا رجل بأنقب وابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الخيرات اللي فيها، وهي كلها خيرات، واهديها لكم من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع الحديث. الحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب وليس في الإجزاء. وقلنا الكلام ده قبل كده. يعني إيه الثواب والإجزاء؟ يعني أنا قلت الله أكبر، دخلت في الصلاة فقرأت كل هو الله أحد 3 مرات، يبقى كأني كده ختمت القرآن كاملا في الثواب. تمام كده، بس ما قرأتش الفاتحة، ثم ركعت وسجدت وكملت صلاتي. الصلاة باطلة ولا تقبل. ليه؟ لأن عندنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني بالفاتحة. إذن فهي قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو قرأناها 3 مرات تعدل القرآن كله في الثواب وليس في الإجزاء. طيب تعالوا بقى نصلي ركعتين بختمتين في ربع ساعة في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. هنقوم ونتوضأ ونصلي ركعتين. في الركعة الأولى هنقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة هنقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، فتعدل ختمة قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم في الركعة الثانية برضو هنقرأ الفاتحة ونقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، يتحسب الختمة الثانية. وبعدين ندعو في السجود بقى، وطبعا نركع ونسجد ونكثر من الدعاء في السجود بكل خير في الدنيا والآخرة. يتحسب لحضراتكم، لحضرتك وحضرتك، يتحسب لكم بفضل الله سبحانه وتعالى ركعتين بختمتين قرآن. طب لو حبينا نزود يا شيخ محمود كما تشاءون، أنا لا أحدد ولا أقول 3 مرات ولا 5. افرض حد عايز يقرأها مثلا، هيقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويقرأ وراها قل هو الله أحد 12 مرة، تمام، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد 12 مرة. هيتحسب له إيه؟ هيتحسب له كأنه عمل 4 ختمات في الركعة الأولى و4 في الركعة الثانية، يعني هيبقى ركعتين في ربع ساعة ب8 ختمات للقرآن. أضيف لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى يتبني لحضراتكم في الركعتين دولت بيتين في الجنة، وتاخدوا ثواب ركعتين ب8 ختمات للقرآن. وفوق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لما قال صحابي: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، أي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قال: إن الله يحبك لحبك إياها. والحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، لما كان خرج معهم أحد الصحابة وكان يصلي بهم بكل هو الله أحد، قال: أسألوه لماذا كان يصلي بها؟ قال: لأني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وفي رواية أخرى قال له صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله أدخلك الجنة لحبك إياها. إيه رأيكم بقى؟ ما تيجوا نصلي كل ليلة ركعتين بختمتين في ربع ساعة. أنا بحبكم في الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.